هي الناس لما سنها يكبر المفروض تتمرن اكتر ولا اقل؟ كل ما السن بيكبر وبنعدي سن ال60 بتبدا تظهر معانا مشاكل زي الغضاريف، مشاكل الركب، مشاكل السكر، مشاكل القلب، كوليسترول الدم، وغيرها كتير من المشاكل. ده بيخلي كبار السن محتاجين التمرين والاكل الصحي يمكن اكتر من الشباب الصغير. بس للاسف اغلب الاحصائيات بتقول ان 75% على الاقل من الاشخاص اللي عمرهم فوق ال60 مش بيمارسوا اي نشاط يومي او تمارين رياضيه، وده بيؤدي ان وظائف الجسم الحيويه بتتاثر، بيحصل معانا زياده في الوزن، بنكون اكتر عرضه للاصابات. على العكس تماما لو بنمارس انشطه بسيطه بشكل منتظم، ده بيزود قدره الجهاز المناعي على مقاومه الامراض، بيحسن جوده النوم، وبيحسن الحاله المزاجيه، وبيحسن مستوى الحركه، وبيحسن الوظائف الذهنيه للمخ. علشان كده الناس الكبيره في السن بتستفيد من الرياضه يمكن اكتر من الشباب. في ان شيب في برامج مخصصه لكبار السن، ده بيكون بعد ما بنعرف شويه معلومات عنك زي مستوى الضغط، هل عندك سكر او لا، حاله القلب، وغيره من المعلومات اللي بتغطي تاريخك الطبي. وده اللي بيساعدنا ان احنا نعمل لك نظام يليق عليك وعلى سنك وعلى حالتك الصحيه. ما تستناش اكتر من كده. مستنيينكم في ان شيب. كان معاكم كابتن احمد نجم، مستنيكم في الفيديوهات اللي جايه.